مدمنين القهوة اللي زيي بتعملوا ايه في رمضان؟ الفكرة ان لو شربت القهوة بعد الفطار على طول وصليت العشاء والتراويح بعد كده جينا عايزين ننام شوية كده قبل السحور، فغالبا مش هتنام لان القهوة اشتغلت يا معلم. فالقهوة على الفطار مش ميعاد مناسب خالص. انسب ميعاد للقهوة في رمضان عن تجارب كتير عن نفسي بعد السحور، عن تجربة بجد يعني. لو انت متعود انك تتسحر قبل الفجر على طول وبعد كده تصلي الفجر تتحرك على شغلك او على دراستك تشوف يومك عموما، السحور بقى بالنسبة لك بدل الفطار في اليوم العادي، فالقهوة اللي بعد السحور هتشتغل في ميعادها الطبيعي جدا وتلاقي نفسك فايق طول اليوم. اما لو انت بتنام تاني بعد السحور كام ساعة كده قبل ما تصحى وتشوف شغلك، فبرضه هيكون حل مناسب جدا انك تشرب القهوة بعد السحور وبعد كده تنام شوية على ما جسمك بقى يهضم الاكل بتاع السحور ويبدأ يمتص القهوة تبدأ تعمل مفعولها. هيكون عدى مثلا 3 4 ساعات كده وانت نايم، هتلاقي نفسك بعد كده صاحي فايق جدا وعارف تبدأ يومك كويس. لكن في حد هيقول لي انا باجي على اخر الصيام ببقى مصدع جدا جدا من قلة القهوة، ما ينفعش ما اشربش قهوة على الفطار. عشان كده لو خففت القهوة بالتدريج قبل رمضان لفنجان واحد بس مش هتقابل المشكلة دي، عمرك ما هتحس بالصداع وقتها في رمضان من قلة القهوة. ولو برضو لازم فنجان تاني يعني فخليه متأخر شوية، خليه مع وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح، هتعرف وقتها تنام وتصحى فايق جدا على السحور، تتسحر وتشرب قهوتك التانية ومش هتصدع تاني طول اليوم بإذن الله. لو حسيتوا بالفرق فدعواتكم بقى رمضان كريم وسلام.